تسمع عن قانون الجهد المهدور؟ لو المصحف ما شفته. اللي ما تعرفوش يا سيدي ان الاسود ما بتنجحش في الصيد بتاعها الا في ربع محاولاتها. يعني معنى كده انها بتفشل في 75% من محاولاتها بس، وبتنجح في 25% منها. وبالرغم من ان النسبة القليلة دي واللي بتشارك فيها معظم الضواري الاخرى، الا انه يستحيل الاسود تيأس من محاولات الصيد او المطاردة. لكن عارف السبب الرئيسي مش الجوع زي ما بيفتكر بعض الناس، ولكن السبب الرئيسي هو استيعاب الحيوانات لقانون الجهد المهدور، وهو القانون اللي بتعمل به الطبيعة كلها. ولذلك تلاقي نصف بيوض الأسماك بيتم التهامها من أسماك أو حيوانات تانية، ونصف مواليد الدببة بتموت قبل البلوغ، ومعظم أمطار العالم بتهطل في المحيطات، ومعظم بذور الأشجار بتأكلها العصافير. وحده الإنسان بس هو من يرفض هذا القانون الطبيعي الكوني، وبيعتبر أن عدم نجاحه في بعض المحاولات بيجعل منه إنسان فاشل. لكن عارف الحقيقة هي أن الفشل الوحيد هو التوقف عن المحاولة، والنجاح مش معناه أن ما يكونش عندك سيرة خالية من العثرات والسقطات، لكن النجاح هو أنك تمشي فوق أخطائك وتتخطى كل مرحلة راح مجهودك فيها هدر، وتبص للمرحلة اللي جاية. ولو كان في كلمة تلخص الدنيا فهتكون بكل بساطة: استمر.